السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاجل ورسميا الزمالك يقرر الانسحاب من السوبر المصري أمام الأهلي في الإمارات. بس قبل ما نخش في موضوع الفيديو، أنا محمود محسوب ودي قناتي على اليوتيوب. شرفنا بالاشتراك في القناة واضغط زرار اللايك ونخش في الموضوع على طول. بعد قرار لجنة التظلمات برئاسة السيد المستشار عادل الشربجي والسيد المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل السابق والسيد المستشار عمر الفاروق إسماعيل مساعد وزير العدل السابق، قرروا تعليق قرار لجنة التظلمات في تظلم كهرباء ومرتضى منصور إلى حين البت في دعوى النادي الاهلي لدى مجلس الدوله، وبلغوا القرار ده لكبار المسؤولين في الدوله. بعدها مرتضى يسكت؟ لا، بعدها اعلن مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المعزول مرتضى منصور عبر قناته على اليوتيوب، دي القناه الرسميه اللي بتعلن اخبار نادي الزمالك، انسحاب الزمالك رسميا من السوبر المصري. اعلنوا ان قرار الانسحاب ده كان بناء على راي مجلس الاداره او اغلبيه او اجماع من مجلس الاداره، والقرار اعلن بالانسحاب من مجلس الاداره للحفاظ على كرامه نادي الزمالك. وقال مرتضى منصور بالنص كده: اعتذر لجمهور الزمالك وجمهور الاهلي على حجز من تذاكر السوبر الاماراتي، وكذلك اعتذر لدوله الامارات واقول لهم اننا مستعدين لخوض مباراه بين الزمالك بطل الدوري المصري وبطل الدوري الاماراتي في موعد مباراه السوبر اذا تم توجيه الدعوه لنا. وهنا المعزول قرر ان الزمالك ما يلعبش بطوله رسميه، وقرر ان هو ينظم بطوله تانية، يعني لغى بطوله السوبر وعامل عايز يعمل بطوله شرفيه تانية، ومتخيل ان العالم كله هيقف والكره هتقف في العالم كله علشان الزمالك انسحب. طيب هو حضرتك خدت القرار ده بناء على ايه اصلا وانت رئيس نادي معزول؟ ولو زي ما انت زعلان ان عقوبه الكهرباء ما اتطبقتش لحد دلوقتي واللاعب ما توقفش، طب ما انت برضه عملت مؤتمر في النادي وقلت انا مش همشي من النادي الزمالك ومش هسيب كرسي نادي الزمالك، على الرغم من ان انت المحكمه حكمت عليك بعزلك من منصبك وما نفذتش القرار ده لحد دلوقتي. لحد دلوقتي ما تنفذش القرار ده وما كبرتش للقضاء. القضاء احنا مش لينا دعوه بقى بلجنه التظلمات، دي محكمه وده قاضي وانت ما نفذتوش لحد دلوقتي. مرتضى منصور انا عايز اعرف الصنف اللي بيضرب منه ايه، الديلر اللي بيقضي منه ايه. الموضوع واخد هو دلوقتي مرتضى منصور واخد الزمالك في حته او في سكه مش سكته، واللي بيطبل دلوقتي لمرتضى منصور والعنجهيه اللي فيها مرتضى منصور دلوقتي ملوش اي صفه ان هو يتكلم بيها رسمي. اللي بيطبل دلوقتي ليه بعد كده هيزعل على رد الفعل والعقاب الرادع اللي هيكون على نادي الزمالك بعد الانسحاب من السوبر. اما بقى المستفيد الوحيد من الموضوع ده فهو النادي الاهلي. النادي الاهلي مش خسران اي حاجه، النادي الاهلي هيلعب السوبر وهيطلع مكانه نادي، هيطلع مكان الزمالك هيطلع نادي بيراميدز، وسليم الشمس هيتفرج على الماتش في الامارات وجمهور هيحضر لبيراميدز والدنيا هتمشي والحياه هتبقى جميله ومفيش حاجه هتحصل خالص. لن نشارك في هذه المزالة، وكذلك بعد أن قرر اتحاد الكورة إقامة السوبر بحكام مصريين ثم نخسر بطولة جديدة مثلما حدث في نهائي السلة. أنا بس عايز أعرف الدماغ دي أنت بتعملها منين؟ بتجيب الصنف ده منين؟ بتقضي من مين؟ إيه اللي جاب السوبر في كرة القدم جنب النهائي السلة اللي بيتلعب بالإيد أو بيتلعب في الباسكت؟ إيه اللي جاب ده جنب إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ ده هيبقى ماتش في الإمارات وماتش عالمي وفار عالمي والكاميرات فول اتش دي أو 4K زي ما أنت عايز، وهتتفرج على كاميرات سبايدر ومش عارف وايه والزوايا، مفيش محمد نصر هناك، هتتفرج على ماتش الناس كانت عندها استعداد تنظم كاس عالم. ايه الموضوع؟ انا مش فاهم بس. ولا هو انت عايز تعمل ايه؟ طيب هو منين بيودي على فين؟ وهو انت بترمي شماعات علشان انت عارف ان الزمالك هيخسر؟ ولا انت اصلا بتداري على مثلا قرار العزل لحد دلوقتي ما تنفذش؟ ولا بتعمل ايه؟ اقسم بالله انا تهت منك. مش هسافر الا لما يطلع قرار من لجنه الانضباط بوقف الولد كهربا قبل ميعاد الماتش، قبل ميعاد ماتش السوبر. غير كده والله ما هخلي الفريق يسافر. انا مش عارف انت صفتك ايه عشان تتكلم باسم نادي الزمالك. انت راجل معزول وما نفذتش قرار المحكمه لحد دلوقتي، هتاخد الزمالك في سكه مش سكته. انت حر. والناس اللي حواليك اللي انت طلعت شتمتها او طلعت سخنت عليها، خالد الغندور وميدو، لا الزمالك ما ينسحبش، لما قعدوا يوافق لما دعموا قرار الانسحاب انت قعدت تقول لا والزمالك ما ينسحبش. دلوقتي قررنا الانسحاب باجماع من اداره نادي الزمالك، دلوقتي القرار طلع حفاظا على كرامه نادي الزمالك. فين كرامه نادي الزمالك اللي متهانه؟ لاعب وتوقف، ولجنه التظلمات قالت لو تم الاستئناف على العقوبه بتاعه اللاعب ده هيتم ايقاف العقوبه لحين الاستئناف. فين المشكله؟ ثانيا بناء عليه قرر نادي الزمالك تجهيز مذكره لشكوى الاتحاد المصري لكره القدم امام المحكمه الرياضيه الدوليه. الكلام ده بناء على ان الاهلي طعن في شرعيه لجنه التظلمات قدام المحكمه العاديه بعيد، مش المحكمه الكرويه، ودي عادي لان شرعيه اللجنه دي اصلا ملهاش علاقه بالكوره. شرعيه اللجنه دي مش متعينه من لجنه الكوره ومش متعينه من الاتحاد المصري، فبناء عليه مفيش فيها اي مشكله. الاهلي ما طعنش على القرار بتاع اللجنه ولا طعن على القرار بتاع الاتحاد المصري ولا طعن على الاهلي طاعن في شرعيه اللجنه مش في القرارات.
فبناء عليه موقف الاهلي سليم في 100%. اما لو في قرارات غير شرعيه او قرارات باطله او اي جهات يعني عملت قرارات غير مصرح لها، هيتم حل اتحاد الكوره ووقف النشاط الكروي في مصر. وده مش هيحصل لان كلنا عارفين ان مرتضى ملوش اي صفه في نادي الزمالك ان هو يتكلم بيها نهائي. ومجلس اداره نادي الزمالك غالبا 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 بالموقف اللي هو واخده والاجتماعات اللي بيعملها مع رئيس النادي وعدم تنفيذ قرار المحكمه لحد دلوقتي بعزل مرتضى منصور، هيتم عزل المجلس ده كله وهيتم تجميده وهيتم تعيين لجنه مؤقته. وتبقوا انتوا اللي دخلتوا الزمالك في السكه دي وهي مش سكته، ونرجع نشتكي ونقول الدوله بتحارب والدوله بتعمل في الزمالك ومش عارف ايه. بس كده يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا النهارده، ولو عجبتك الحلقه اعمل لايك واشترك في القناه وخلي الكوره ليك. سلام.